الشريعة، فكل سفينة رباه رباني. فنون عن تجربة الكتابة يجعل هذا النص قريبا إلى فلسفتي. هو فن تمثيلي أم فن تعبيري؟ فنون، وذلك في مطارحة فكرية بيني وبين الأستاذ الناقد. يرى بعض النقاد لأن هناك اختلاف. فنون، فن الرسم وفن الشعر. فهل يا زمان من الرجوع إلى الورى حتى أكتب كل ديوان. فنون. فنون. أعزائي المستمعين، تحية طيبة أينما يصلكم بث إذاعة قفصة. منذ الأمس وعلى امتداد يومين تحتضن مدينة قفصة قافلة من الشعراء والفنانين في مختلف التعبيرات الفنية من تونس والمغرب والأردن. هذه التظاهرة تحت عنوان اكتشاف بلادك تشرف عليها جمعية بهذا الاسم بالتنسيق مع الرابطة العربية للفنون فرع قفصة. في هذه المناسبة سيكون لنا حوار مع هذه المجموعة التي فيها من هو شاعر، ومن هو مصور فوتوغرافي، ومن هو ناشط في المجتمع المدني كما ذكرت من المغرب، من تونس، ومن الأردن. عيونك أمل 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 يا حلاوتها، عيونك أمل يا حلاوتها، عيونك أمل 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 يا حلاوتها، عيونك أمل يا حلاوتها، عمري ما نمل مل مل
ما أجمل أن نلتقي كشعراء وفنانين في تظاهرة اكتشف بلادك في دورتها الخامسة. كنت قد شاركت في هذه التظاهرة في دورتها الرابعة صحبة مجموعة من قفصة: محمد أحمدي، محمد برهومي، ميلاد رمضان، ومع منظم هذه التظاهرة الأستاذ حبيب حاجي، يحدثنا أولا وقد حل بيننا ضيفا على امتداد يومين في مدينة قفصة، ثم لهذه التظاهرات تتم في كل من مدينة توزر وقبلي. مساء الخير أستاذ حبيب حاجي. مساء النور سيد ناصر الدين، مساء النور لكافة مستمعي إذاعة قفصة، وشكرا على هذه الاستضافة الثانية لتظاهرة اكتشاف بلادك والمشتركين المنخرطين في هذه التظاهرة. عن الإعداد لهذه التظاهرة، والمعروف عن هذه التظاهرة أنها لا تكتفي بالعمل الفني فقط أو اكتشاف الطاقات الإبداعية، لها أيضا عمل اجتماعي، لأنها تزور مواقع مهمشة من الجمهورية، تستمع إلى مشاغل الناس، الفلاحين، العمال، الطبقات الكادحة، ربما حتى من له مطالب في الشأن الاجتماعي. ترفعون تقارير عن ذلك، عن فكرة الجمع بين الثقافي والاجتماعي في هذه التظاهرة. هو في الحقيقة الأمر الجمع بين الثقافي والسياحي والاجتماعي، وهذا ما يميز اكتشاف بلادك، جمعية اكتشاف بلادك عن بقية الجمعيات الموجودة الناشطة على الأقل في المجال الثقافي، لأننا أخذنا التظاهرة في العادة هي تظاهرة إقليمية، نأخذ من كل من الجمهورية 3 ولايات نسمي إقليم. المرة هذه في دورتها الخامسة هي في إقليم الجنوب الغربي، قفصة، توزر وقبلي. هذا الهلال الصحراوي وفي الحقيقة هو هلال ثري جدا. حبينا احنا في تظاهرة اكتشاف بلادك، وهذه ميزة من ميزاتنا، أنه نبرز ما خفي عن المثقف التونسي، عن الإعلام التونسي، عن الصحافة التونسية، عن السياسي التونسي، لأنه تقريبا نعرف اللي هناك وجه آخر مخفي في كل مجال، سواء ثقافي، سواء سياسي، سياحي، سواء أيضا اجتماعي. نحن نركز على الأبعاد الثلاثة هذه. شكرا. الأستاذ محمد المومني، رجل تعرفت إليه في الدورة الفارطة من تظاهرة اكتشاف بلادك، هو مصور فوتوغرافي، ومن الطريف في زيارته لمدينة قفصة أنه أنتج ألبوما وبثه، وكان وجه الطرافة في هذا الألبوم أنه يجمع الأغنية المغربية مع الصورة التونسية، والصورة المغربية مع الأغنية التونسية، هكذا وبالعكس، وأنه اختار أغنية للبحث الموسيقي بعنوان يا نخلة واد البي، فإذا به بالأمس يزور الموقع ويقدم له الدليل السياحي، إنها هذه النخلة التي كانت موضوع الأغنية. لو يحدثنا محمد المومني بإيجاز عن تجربته الفنية، هو صديق عزيز من المغرب العزيز. مساء الخير. مساء الخير أستاذ نصر الدين، تحية ليك وتحية لكل الإخوة العاملين بهذه الإذاعة الجميلة، ومن خلالكم تحية إلى كافة الشعب التونسي الشقيق. محمد مومني وفنان فوتوغرافي ابن مدينة اليوسفية وسط المغرب، هي مدينة أيضا فوسفاطية تشبه مدينة قفصة التي نتواجد بها الآن، بل حتى أهلها الطيبون يشبهون أهل هذه المدينة المضيافة الكريمة. في عجالة هناك يعني مجموعة من الأعمال الفنية، سواء التي نظمت داخل المغرب أو خارجه، لكن ما يهمنا الآن هو الموضوع الذي نحن بصدده. ما أثارني السنة الماضية هو المشاهد التي زرت خلال الدورة الرابعة، وهنا أوجه الشكر للأخ الحبيب الحجي الذي يرجع له الفضل في إتاحة هذه الفرصة. شاهدت أن هناك مشاهد عديدة، بل كل ما
شاهدت في هذا البلد الأمين شبيه إلى حد كبير بالمشاهد المتواجدة عندنا في المغرب، بمعنى أن هناك تقارب كبير لا في العادات ولا في التقاليد ولا في أشياء عديدة. لذلك أنجزت هذا النص الفني الفوتوغرافي، هو عبارة عن مشهد موحد لا يفرق بين تونس أو المغرب أو الجزائر إلى غير ذلك، فهو بلد واحد، قواسم مشتركة تجمعه في العديد من الأشياء. نتمنى إن شاء الله السنة الجاية باش نزيد هذا الزخم ديال هذه السنة هذه ونخرج بواحد النص فني فوتوغرافي من خلاله، على أساس أن كما يقال قد أصبحت الإنسانية تعيش عصر الصورة في أجل وأوضح المعاني. لنعيش هذه الصورة بإذن الله. جميل. لو يقدم لنا محمد المومني فن التصوير الفوتوغرافي في بعض الكلمات، لأن هنالك من يشكك في هذا الفن ويقول أنه ليست فيه لمسات ذاتية، هو أمر تتكفل به العدسة. لو يقدم لنا تعريف الفن وللتذكير أيضا، الأستاذ محمد المومني من المغرب هو صاحب إصدارين، أهداني الأول والثاني. لو يتفضل بتعريف فن التصوير الفوتوغرافي، ما هو؟ الكثير يا أخي ما يقال في حق التصوير، وكل ما نقوله لا يوفي بما يستحقه هذا المجال الجميل، أو أسميه المجال العظيم. يكفي ما قاله الدكتور محمد بن سويلم في كتابه التصوير والحياة: من الكيميائيين من أنسبوا التصوير إليهم نظرا لما يحتويه من تفاعلات كيميائية في عملية التحميض، ومن الفيزيائيين من أصروا أن التصوير فيزيائيا أيضا لما يعتمدوه في مجال علوم البصريات، ومن الرياضيين أيضا من أكدوا أن التصوير رياضيا أيضا هو يعتمد على عمليات رياضية في الاعتماد على المقاسات والإضاءة إلى غير ذلك. لكنني أقول ليس التصوير رياضيا ولا فيزيائيا ولا كيميائيا، وإنما هو ابنا بارا لهؤلاء العلوم العمالقة الثلاثة. التصوير بدأ منذ بداية القرن العاشر على يد الفنان العالم والفيلسوف الحسن بن الهيثم، حينما حدد شروط الإبصار التي لا زال معمول بها حتى الساعة: أن يكون الناظر متقابلا مع المنظور، وأن لا يكون حاجزا بين الناظر والمنظور، وأن لا يقترب الناظر بالمنظور، وأن يكون المنظور إما مضيئا أو مسلط عليه شيء من الضوء. تكفي هذه القاعدة التي مر عليها أزيد من 10 قرون، وهي أساس الصورة الضوئية. جميل. إلى صوت آخر من المغرب، صديقي محمد البحر، حسن البحر، من اختصاص ربما يبدو للبعض أبعد ما يكون عن الاهتمام الفني والثقافي. هو مختص في الرياضيات، ناشط في العديد من الجمعيات المدنية بالمغرب الشقيق. يحل بيننا ضيفا ليحدثنا أولا عن تجربته الذاتية، ثم عن تقييمه لفقرات اكتشف بلادك التي امتدت على مدار يومين. مساء الخير. مساء النور. شكرا لإذاعة قفصة، شكرا للأخ حبيب، شكرا للحضور الكريم، شكرا لبلد تونس، شكرا للأشقاء التونسيين الكرماء. في الحقيقة اليوم عرفت أنه هناك تظاهرة تحمل اسم اكتشف بلادك، وخاصة الدورة الخامسة. لم تتح لي فرصة من قبل، ولكن الاسم له دلالة وله معنى ومغزى كبير. فهمت في البداية أنه هذه التظاهرة تجمع مجموعة من الشعراء والأدباء، فتساءلت أين موقعي بين هؤلاء الإخوة، خاصة أنني لست أديبا ولا شاعرا، ولكنني كما سبق الأستاذ حبيب أن قال أن التظاهرة هي تظاهرة اجتماعية ثقافية سياحية. طبعا إذا هنا نقط التلاقي. فعبد ربه حسن البحر من المغرب، أستاذ رياضيات، فيما بعد اشتغلت في المجال الإداري
لأصبح مسيرا للمصالح الاقتصادية، ولكنني نشأت وترعرعت في جمعيات ومنظمات تربوية وشبابية. الآن أعمل يعني أشتغل أو يعني حضوري الجمعوي، فأنا رئيس مؤسس لجمعية القدس للتنمية والتضامن التي أسستها وكان لي شرف ذلك سنة 1998. كما أسست فرقة موسيقية سنة 2010. فيما بعد حولنا من الفرقة إلى جمعية لتهتم بمجالات الشباب في المجال الفني والموسيقي، وسميت أيضا جمعية ريوليكسوس للموسيقى والفنون. أسست جمعية لأمهات الآباء والتلاميذ المعهد الموسيقي بالعرائش، ثم الآن أعمل رئيسا لجمعية أمهات وآباء تلاميذ المعهد الموسيقي بطنجة، وعضوا في المكتب التنفيذي لفيدرالية جمعيات أمهات آباء تلامذة وطلبة المعاهد الموسيقية بالمغرب. إذا لكي لا أطيل، لأن معي زملاء ولأن الوقت ديال البرنامج يجب أن لا أستغله لوحدي، أشكركم جزيل الشكر على هذا أولا البرنامج المتميز. أشكر إذاعة قفصة، أشكر الأخ حبيب، ومن خلاله أشكر تظاهرة اكتشف بلادك، لأن هذه التظاهرة أولا فهي يعني تتقاطع مع ما أحمله من رغبة في النهوض بالمجال الاجتماعي والثقافي والفني على صعيد المغرب، والآن ممكن أن نشتغل سويا للنهوض بهذه القطاعات على الصعيد المغاربي وعلى الصعيد العربي. في نفس الوقت فهذه التظاهرات المدنية هي مناسبة ومحطة لكي نجمع الشمل، لكي نعبر نحن كشعوب عربية عن حبنا وارتباطنا بوطننا العربي، عن تجاوزنا للحدود، عن تجاوزنا للمجالات الجغرافية، عن نقط التلاقي فيما بيننا. أكيد يعني راودتني واحد المجموعة من الأفكار، ولما ناقشت مع الأستاذ حبيب فوجدت أن له برنامجا طويل الأمد سيتخطى 2021، وكان التصور اكتشف بلادك حسب ما رأيت في الفكرة أنها ممكن أن تتطور من اكتشف بلادك إلى اكتشف وطنك، وبالتالي فيمكن أن تصبح هذه التظاهرة عربية بدلا أن تقتصر على أنها تظاهرة عربية. هو حلمنا نعم. إن شاء الله. في الحقيقة كنت قد توجهت إليك بسؤال عن هذه التجربة الذاتية الخصبة والزاخرة والتي جمعتم فيها بين تدريس هذه المادة العلمية المعروفة بالصرامة والدقة وهي الرياضيات وما أدراك ما الرياضيات، والعمل الإنساني الجمعياتي. عن تقييمكم للفقرات التي اختصت بها مدينة قفصة على الأقل منذ الافتتاح بدار لونغو، حيث جمعية صيانة المدينة تكريم بعض الرموز الأدبية من قفصة، سي محمد الشريف، سي عبد العزيز فاخد، سي خالد التومي، ثم زيارة المواقع الأثرية، الأحواض البيزنطية، فالمواقع الطبيعية كمحمية بوهدمة مساء. عن تقييمك للفقرات التي اختصت بها مدينة القصر اليوم، الطاقات القصصية التي اكتشفتموها وكنتم في لجنة التحكيم، والحفل الراقص والقراءات الشعرية بأم العرائس. تقييم بعجالة قبل أن نمر إلى ضيف آخر. إذن فيومين لما راجعت نفسي كنت أعتبر أنني قضيت مدة طويلة بتونس الشقيق، فإذا بي أكتشف أنني فقط تواجدت في اليوم الثاني في برنامج حافل يعني دقيق جدا
ما فيش متسع من الوقت لمجالات غير ما هو مضبوط. وأحيي المنظمين وعلى رأسهم الأستاذ حبيب، لأنه النشاط يتضمن في المجال الثقافي فعلا والاجتماعي والسياسي، ولكن بشكل واسع وشامل ودقيق. مثلا ما يتعلق بالاهتمام بالآثار والمآثر التاريخية والحضور المتميز لمن يرافقنا ومن يوجهنا ومن يرشدنا ومن يعطينا توضيحات. يعني البرنامج لا يترك صغيرا ولا كبيرا إلا ويحتفى به. أعجبت كثيرا لكي أقف على هذه النقطة وهي أساسية جدا. أعجبت كثيرا بالعلاقة المتميزة بين الأمن والحرس الوطني والفاعلين المدنيين، بحيث فقط هناك كل جهة لها دورها ولها مسؤوليتها تقوم به، بينما الجميع لحمة واحدة من أجل الوطن، من أجل النهوض بالوطن، من أجل تعريف بالمنجزات، بالمنشآت، بالمآثر، بالمحافل، بالطاقات التي نعم. تزخر بها هذا وهو رأس مال رمزي لابد أن نحافظ عليه. قبل نهاية المنتصف أو منتصف الساعة الأولى، وقبل أن نمر إلى فاصل غنائي، أترككم مع قراءة شعرية للشاعر محمد أحمدي، هو منسق هذه الدورة صحبة ميلاد رمضان. تفضل. مساء الخير. أولا مساء الخير. حدثني بعجالة عن دورك في الإعداد ليومي قفصة. شكرا سي نصر الدين على هذه الاستضافة الكريمة. وما أحوجنا في الحقيقة إلى التعريف بمثل هذه الجمعيات الرائدة، لا سيما وأن هذه الجمعية كان لها نجاح كبير في الدورات الفارطة. بعجالة بالنسبة لإعداد هذه الدورة، أن تلقى يعني تقريبا أكثر من 4 أو 5 أشهر، والحمد لله وفقنا في الإعداد الجيد لهذه الدورة. قمنا بتنسيق مع العديد من الجمعيات، ونذكر منها جمعية صيانة مدينة قفصة، جمعية أحباء وادي الباي عفوا، وجمعية بالخير المحافظة على التراث، وأيضا المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث، وكذلك مندوبية الشباب، وأيضا بعض الأطراف أخرى طبعا. نعم، أذكر مثلا الفنان التشكيل الطيب الأخضر، جمعية أحباء الطيور، نعم، العديد من الأطراف، وجمعية نلتقي مع نقرأ نعم بالضبط، والعديد من الأطراف الأخرى في الحقيقة كانوا متعاونين حقيقة. أكيد جدا، والحمد لله. يعني كان هذا هو الجزء الأول من الدورة، والذي يخص مدينة قفصة كان ناجحا من كل الجوانب، حيث قمنا بزيارات ميدانية عديدة. مثلا زرنا دار لونغ ووادي البي، المكتبة العمومية بالقصر، حيث كانت هناك يعني مسابقة في القصر لأكثر من 50 متسابق، أكثر من 50 تلميذ. وقمنا أيضا بزيارة ميدانية لمعتمدية ودار الشباب، نعم، ومعتمدية بالخير. زرنا محمية هداج وفسيفساء زمور وغيرها. كذلك زرنا مدينة القطار، حيث زرنا القلعة والمتحف الحربي ومكيل الماء. ثم انتقلنا هذا اليوم إلى معتمدية العرايس، حيث قمنا بزيارة مغسلة الفوسفات. زرنا أيضا الحشانة، كذلك زرنا رأس الماء وجامعي بوشوشة وسيدي بوضياف على ما أعتقد. ويعني الغداء كان بدار الشباب، حيث قدموا لي ضيوف هذه الدورة أكلات شعبية جيدة، مثلا الكسر مطبقة والملوخية والعصيدة والدهان إلى غير ذلك. نعم. ثم قراءة، قمنا أيضا بدار الشباب، قرأنا يعني فقرة قراءة شعبية لمواهب من الجهة، نعم، ولبعض يعني الضيوف أيضا. واستمتعنا أيضا برقصات أمازيغية من بعض يعني رواد دار الشباب أم العرايس. تتحفنا بنص من نصوصك الشعرية سي محمد أحمدي قبل المرور إلى أغنية المنتصف. تفضل. سأقرأ قصيد قصير وعنوانه أخاف عليك. سيدتي، أخاف عليك من رجل مغرم بجريدة الصباح
والكلمات المتقاطعة وفريقه المفضل وسيارته الفاخرة، وينسى قارورة العطر والوردة والذاكرة. أخاف عليك من رجل لا يهديك قصيدة شاعر بدون مناسبة، ويعتصر الكأس والقلب إذا تمرد. رجل لا يهتم بأدق تفاصيل ثوبك ويومك، ولا يقول لك تخليش اللحظة تفوت، شارك واختار، تلقى باسبور واخبار، سجل مع النغمات، خليها الدنيا غناية، إذاعة قفصة للناس مراية، إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم. فنون. إذاعة قفصة مراية تتكلم. إذا نعود إلى متابعة الحوار مع ضيفة عزيزة من المغرب، بديعة الشلي، أستاذة في علوم طبقة الأرض الجيولوجيا بمركز تكنولوجيا المياه، هكذا مركز بحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية، بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ببرج السدرية. تحدثينا أولا عن تكوينك، أنت شهادتك بين المغرب أو شهاداتك العلمية بين المغرب وتونس. نعم. أولا شكرا أستاذ نصر الدين على هذه الدعوة. أشكر أيضا كل الطاقم الذي يشتغل بإذاعة قفصة على هذه الاستضافة. أشكر أيضا الأستاذ حبيب الحاجي لاستضافتي لهذه الدورة الخامسة اكتشف بلادك. كما قال الأستاذ سنصدري، أنا سيدة بديعة الشلي، حاملة للجنسيتين المغربية والتونسية. عشت وترعرعت في شمال المغرب، ودرست بجامعة عبد الملك السعدي بمدينة تطوان، حاصل على ليسانس في ذلك الوقت في تخصص علم طبقات الأرض الجيولوجيا. وبعد ذلك سافرت إلى تونس من أجل المرحلة الثالثة، أجل دراسة المرحلة الثالثة. فدرست بجامعة المنار كلية العلوم قسم الجيولوجيا. الماجستير من هناك؟ الماجستير من المغرب، لكن درست هنا ما يسمى ذاك الوقت تعمق في البحث، دبلوم الدراسات المعمقة لسنتين، تخصص هيدروجيولوجيا. وبعد ذلك حضرت الدكتوراه في نفس التخصص، المياه الساخنة لا جيوترمي، والمياه العميقة هيدروجيولوجي. اشتغلت أيضا مدرسة بكلية بنزرت لمدة 5 سنوات، ثم انتقلت بحكم تواجدي بالعاصمة إلى القطب التكنولوجي ببرج السدرية، مركز بحوث وتكنولوجيا المياه بالمخبر الموارد الطبيعية. ربما أسألك بعد حين عن جيولوجيا قفصة، لكن أعود إلى طبيعة مشاركتك واهتمامك بتظاهرة اكتشف بلادك. كيف كان اللقاء الأول مع حبيب حاجي، مع هذا الحدث الذي أصبح حدثا دوريا وبدأ يستقطب شرائح عدة من المجتمع في اختصاصات فنية وعلمية مختلفة؟ نعم، أظن أن التظاهرة الذي يؤمن بها
أو البرنامج الذي يؤمن به الأستاذ الحاجي لا يبتعد كثيرا عن تخصصي في الميدان الجيولوجي. عندما نتطرق إلى الجيولوجيا فهنا نتطرق في الجانب الاكتشافي. نعم، فهنا نتطرق إلى اكتشاف كل شيء، اكتشاف المياه، اكتشاف العيون، اكتشاف بحال اللي شفنا البارح مثلا لفوغارا. نتطرق أيضا للجانب السياحي والاجتماعي والثقافي أيضا والديني أيضا. فالأستاذ حبيب الحاج استدعاني من قبل في الدورة الثالثة والرابعة ولم تتح لي الفرصة للمشاركة، فأنا سعيدة بوجودي في هذه الدورة وزيارة المناطق الداخلية التي أعتبرها مناطق يعني فيها ثروات سياحية هامة يمكن يمكن أن نركز عليها سياحيا من أجل استقطاب التونسيين أيضا لزيارة هذه المناطق والتعرف إليها، من أجل أيضا رفع بالمستوى أو رفع التنمية في هذه المناطق اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا. فكما قلت أنا فكرة يعني مهمة جدا. فزرنا لتواجد هذا اليوم، زرنا اليوم الأول بعض المناطق التي أراها تلعب دورا هاما في التنمية السياحية. زرنا المسابح الرومانية. نعم. زرنا أيضا فسيفساء زمور البيزنطية، هي قديمة ويحكى أنها الثانية من ناحية الحجم في شمال أفريقيا، وأن الجزء الكبير منها قد أتلف للأسف. نعم. فمن هنا أوجه أنا واحد النداء للسلطات والمعنيين، يعني لوزارة الثقافة، لوزارة الحفاظ على التراث. نعم. نعم، أن تركز على هذه المناطق، وأن لأنها مخزون ثقافي مهم يجب الحفاظ عليه. لا يسعنا إلا نشكر هذه التوصية النابعة عن غيرة على تراثنا المغاربي حقيقة. نعم. زرنا أيضا محمية بوهدمة، محمية رائعة وكبيرة جدا. زرنا أيضا مدينة القطار، وقد رافقتنا أيضا جمعية أخرى. واللي عجبني في الأستاذ حبيب يعني التظاهرة ديالو ديما كيلصق مع جمعيات أخرى اللي هي عندها دراسة معمقة مثلا في المنطقة. فرافقتنا جمعية الصيانة بمدينة القطار، وعجبني يعني برشا البرنامج اللي كيأمنوا به، يعني البرنامج اللي واخدينه في ديك المنطقة من أجل التنمية، وكيفاش استقطبوا شباب يعني اللي ما تحت لهمش فرصة العمل، وعطوهم مشاريع اللي هي مولة من الاتحاد الأوروبي. فهناك طالبتين رافقونا يحضروا الآن ماجستير على هذا المشروع. نعم. في هذه المنطقة. يلتحق بنا في هذه الحصة الأستاذ المكرم في الافتتاح، ناشط في الميدان الثقافي ويعرف بالناقد في كل التظاهرات الثقافية والفنية تقريبا بقفصة، المدرس الأستاذ محمد شريف. مساء الخير. الله يبارك فيك. لقد استمعت إلى بداية هذه الجلسة ووددت أن أشارككم في هذه الجلسة المغاربية، وأن الذي مع الأستاذ عبد العزيز فاخت قد كرمتموه، وإني وددت أن أكرمكم وأنتم يعني ثلة من أولئك المختصين والمهتمين بكل ما يمكن أن ينفع مجتمعنا. وما كان رائعا جدا هو ما ذكرتموه عن تلك اللحمة بين ما ورد أو ما ظهر من التحام كبير بين هذه الرابطة العربية للفنون والمجتمع المدني والناشطين في هذه الدوائر، وخاصة التحامها مع
هذه السلة من الأمنيين الذين رافقونا في كل خطوة خطوناها، مشكورين. أمنوا زيارة كل مشكورين. نعم، وكانوا يعني في مستوى رفيع جدا. نعم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أود أن أشكر هذه الرابطة لما يعني كرمتني به، وأشكر هي جمعية اكتشاف بلادك أستاذ محمد بالتعاون مع الرابطة العربية للفنون والإبداع لتصحيح الأشياء وتسمية الأسماء بمسمياتها. نعم، جمعية اعترف اكتشف بلادك مع من يمثلها هنا في قفصة، وخاصة أستاذنا سي زاهي وأستاذنا سي الأحمدي. الشكر موصول أيضا للمنسق الآخر سي ميلاد رمضان. وسي ميلاد رمضان نعم. كان منسق معنا. نعم. وكما كل من ساهم أيضا، كل من ساهم جمعية طبعا، وكل من ساهم في هذا التكريم. أعود إلى صاحب التظاهرة اكتشف بلادك والذي احتج علينا منذ قليل. يا سي حاجي، رأي بالشراكة مع الرابطة العربية للفنون، هذا لا يفسد للقضية. المهم سي حبيب حاجي، لو تحدثنا عن بدايات هذه الفكرة، ثم عن انتظاراتك من تظاهرة اكتشاف بلادك على المدى البعيد. نعم، بطبيعة الحال هي الفكرة راودتنا منذ 2008 ثم 2011 ثم 2012، ومن 2012 تقريبا من جويلي 2012 كنا في جلسات متتالية مع مديري دار الثقافة ودار الشباب مجبع عباس. كنا نتحاور عن الفكرة، والفكرة أساسا كيف جات هي، خلينا نتحدث بالدارجة مثالش بعد إذنك أستاذ. تفضل. لست وصيا على العربية. لا، لأن في برنامج أدبي فني نوصل الفكرة بالدارجة، ربما يستمعوا فينا ناس آخرين زادة. لأنه الفكرة كيف جات هي، احنا نعرف أنه في كل الملتقيات والتظاهرات الثقافية بصفة عامة نستدعي فنان أو شاعر أو محاضر أو ما شابه هذا، يجي في سيارته أو في سيارة الأجرة، ينزل أمام مقر العرض، يعرض ما يعرض، ياخذ الكاشيه نتاعو، ثم يعود من حيث أتى، ولا يرى شيئا من المدينة التي استضافته وأعطته مالها. ويعلم ربي المهرجانات كيفاش تجيب الفلوس هذه. الفكرة انطلقت من هنا. لما لا نقلب الآية ليعود هذا المثقف أو هذا الفنان أو هذا الشاعر أو هذا المحاضر ليأتي طوعية ويكتشف المنطقة. وانطلقت تظاهرة سياحية ثقافية اجتماعية تطوعية، نعم، الإعلان لمن يريد أن يكتشف منطقة ما في الجمهورية التونسية. هذه أصل التظاهرة. قسمنا الجمهورية التونسية إلى أقاليم، 9 أقاليم هم موجودين في صفحتنا في جمعية اكتشاف بلادك صفحة فيسبوك. 9 أقاليم، كل أقليم الدورة كل عام فيه دورتين، دورة في مارس ودورة في سبتمبر. قسمنا نظرتنا البعيدة اللي باش نمشوا فيها، واحنا تقريبا الجمعية الوحيدة بالجمهورية التونسية اللي عندها برنامج طويل الأمد. البرنامج يمتد حتى 2021. الفترة الأولى سميناها هي الفترة المحلية، تمتد من 2014 حتى 2017. الفترة المغاربية تمتد من 2017 2019، ثم الفترة سميناها الفترة العربية العالمية لتمتد 2020 2021. هذا بعجالة تقريبا هي الفكرة كيف جات، وهذا مخططنا. عن الجانب السياحي والجانب الثقافي، لا خاصة سي حبيب حاجي. نعم. أنا أردت أن تماشيا مع طبيعة الحصة، مع مضامين الحصة التي تعنى بالتعبيرات الفنية، لو يحدثنا حبيب حاجي عن التعبيرات الفنية التي تؤثث بها مثل هذه التظاهرات، خاصة وأني ليلة البارحة كنت معكم في مركز الإقامة وأعجبت أيما إعجاب بالعرض الذي قدمه الأستاذ الفنان الفوتوغرافي
محمد المومني، هل من تعبيرات فنية أخرى مثلا؟ تقريبا هو كل دورة هناك برنامج مخصص لمجموعة الولايات، 3 ولايات لجنة وزراء، وفيها مجموعة أيضا من المعتمديات التي نزور. كل معتمدية تضع برنامج لازم أن يكون فيه الجانب الفني، الجانب الأدبي، الجانب الثقافي العام، والجانب السياحي، والجانب الاجتماعي، لازم يكونوا بالتساوي الموجودة. اليوم زاد في العرايس ريتوا التعبيرات الفنية الجسدية، الرقص، فرق الرقصة. نعم، فرق الرقصة. وتحية للسي علي السعيدي مدير دار الشباب، لأنه مش بسهل في العرايس في منطقة نائية، في معتمدية نائية، وتلقى هاك المواهب هذيك خاصة من الفتيات. كما قلت سي محمد المومني اجتهد وهو فنان، كان معنا في الدورة الثالثة، خذ الدورة الثالثة بما فيها الصور فوتوغرافية، كان هو اختصاصه، خذ الجانب التونسي والجانب المغاربي، وعمل عمل مزج بين مصحوبا باغاني. مصحوبا باغاني. هذه بعض التعبيرات. لو احنا في دوره خامسه وعملنا 12 ولايه، وحاليا احنا في 13 14 12 ولايه و50 معتمديه و136 منطقه ريفيه، ما نجمش نذكر لك كل شيء، اما حاليا على الاقل نستحضروه واستحضرناه مع بعضنا هو على الاقل اللي وقع اليوم وامس في دار الشباب. جيد. قبل متابعه الحوار مع ضيوفي الاعزاء اترككم مع نص آخر لمنسق الدورة والشاعر محمد أحمد. بعد ذلك سنسردين كلمة صغيرة في حق الناس يعرفوا فينا بالحق، لأنه ماهوش بالسهل أنك تنجز برنامج في 3 ولايات في ظرف شهرين، ماهوش سهل. تحية نحب نقدم تحية كبيرة برشا صديقنا هشام الزيدي مندوب الثقافة، وسي بالقاسم محمد رئيس مساحة العمل الثقافي في قفصة، سي معز خريف في توزر، سي حسين باللكحل جايك، سي حسين باللكحل مندوب الثقافة، وسيد الوالي اللي هو قفصي في قبلي، عاونونا برشا في انجاز هذا البرنامج، الى جانب بطبيعة الحال المحليات في كل معتمدية نزورها. الاسماء كثيرة برشا، لانه نشكر الناس اللي عاونونا فعلا وهزوا على عاتقهم نجاح هذه التظاهرة، لانه عجبتهم الفكرة فتفاعلوا معنا وعاونونا، وهذا لابد ان نحييهم برشا. وشكرا سي نصر الدين، سامحني على الإطالة. تفضل. مع محمد أحمدي في نص شعري آخر. عنوان هذا النص: ها أنا ذا مثقل بي، والصحراء في داخلي تنفث لعنتها، أنتعل الألم والعدم، عاريا أقف واجما ومزدحما، مسكونا ببرد المفردات، واقف أنا ببهو الفراغ الذي يملأ القلب والذاكرة، أتمعن في معنى ألا أكون حنظلة أو مقصلة. ظللت واقفا حتى مل من الوقوف، تعبت فجلست على كرسي التيه، وسألت ما التيه الذي أجلس فوقه ويسكن في؟ قال الرفاق: استمتع بما تبقى لك من الوقت، صباحا مساء ويوم الأحد، فالوقت يسرق الشاعر والجسد، يسرق بهدوء وشهية. قلت: سرق الجسد وصار فوضى، والشاعر أمعن في الفوضى، كل ما في الآن ينتمي للا شيء، ولا شيء ينتمي للجسد المنهوب. فمن أنا؟ أفتح 1000 باب وكتاب، ولا شيء غير السراب، لا شيء غير العدم، أشرب القهوة المرة والألم. آهني الحبيب، ذاكرة الجسد الساخن تبرد وتختفي، والهوية منسية، والوقت مطية. يا صاحبي، لا وقت لدي لأدخن بقايا الوقت، يضنيني ضيق المكان. قال أبو القاسم: يلزمك أكثر من تصعيد للبكاء، لك أن تعد فنجان قهوة بلا سكر، وتدخن آخر سيجارة، مانحا رئتيك فرصة أخرى على يد غربة مقيتة وعصية. قلت: ساعة الخوف لم أخبأ قط ظلي، وما خنت لغتي يوما، عفوا وما جف حليب الصدق في قلمي. يا صاحبي،
واكتفي بهذا القدر والشكر. لانه تعب التظاهره والتحضير للتظاهره والجاري تقريبا مده شهرين في تحضير هذا الواحد عنده حق سي محمد. توشك مشكور محمد احمدي الشاعر المتميز من مدينه قفصه. توشك هذه الحصه على الانتهاء. أرجو من ضيوفي الأعزاء الكرام أن يتفضل كل واحد منهم بكلمة ختام في تقييم هذه التظاهرة وفي انتظاراته من الأيام القادمة منها. نبدأ بضيفنا من المغرب الشقيق حسن البحر. نعم، هي جلسة أخوية صادقة وبالتالي ما حسيناش بالوقت. كنقول أنه تجربة رائعة، وأنا أعجبت يعني بهذا البرنامج اكتشف بلادك، أعجبت بهذا الوطن الشقيق، أعجبت بهذا يعني بإخواني الأشقاء الكرماء بهذا البلد المضياف. أطمح وأضم صوتي وأضم يدي وأضم جوارحي للأخ حبيب لكي نقبل بإذن الله على الجزء الآخر اللي هو لنكتشف وطننا العربي ولنكتشف بلادنا المغاربية. شكرا. سي محمد الشريف بعجالة كلمة ختامية. أنا أرى في هذا العمل إبداع وجهد وعمل. هذا العمل قد تكلل على عكس ما يمكن أن يكون سياسيا، قد جمع معناها ما لم تستطع أن تفعله السياسة، وهو هذا المغرب العربي الكبير. وشكرا، أشكركم جميعا. أجمل ما قلت. ضيفتنا الكريمة بديعة شلي، ماذا تقول في ختام هذه الحصة؟ أنا أقول الفكرة التي يؤمن بها الأستاذ حبيب الحاجي هي فكرة رائعة جدا، مشروع ضخم يحاول الرفع أو تنمية المناطق المهمشة، المناطق الداخلية، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا. فالمشروع هذا يقدر يكون حلم لكل مواطن في الدول العربية. يقدر يكون هناك يعني تبادل مشترك بين تونس وبين الدول العربية، ولماذا لا أن نكتشف أيضا ثقافة دول أخرى. يعني يقدر يكون مشروع وطني ومشروع عالمي. لماذا لا؟ لما لا، خاصة في هذه الدورة نلتقي. الأستاذ محمد مومني المبدع في الفن الفوتوغرافي ماذا يقول، خاصة وأن هذه الدورة قد جمعت بين المغربي والتونسي والليبي والأردني، عن انتظاراتك من دورات قادمة؟ الانتظارات في الحقيقة تبشر بخير بحول الله. أنا بطبيعتي كان نحاول نشتغل أكثر ما نتكلم، لذلك ما يمكنني قوله أنني جسدته في الصورة. فتحية للأخ حبيب، وتحية لكل من يساعده ويسانده في هذا الطرح، في هذا المشروع الجميل الذي نسعى من خلاله إلى التوحيد، هادف توحيد في مصلحة الجميع. فمن خلال العمل الفني أو الموجز للعمل الفني الفوتوغرافي، وأنني حاولت أن أجسد تلك الوحدة من خلال الصورة، ولله الحمد أنتم متابعتوا العرض. نعم. وشفتوا التجربة كيف كانت. نعم، مشكور أستاذ محمد مومني. يحدثنا حبيب حاجي عن فقرات الأربع أيام القادمة، يومي توزر ويومي قبلي بعجالة قبل اختتام هذه الحصة. بعجالة شديدة، يومين في توزر، يوم في المدينة العتيقة والشقواق
يعني تقريبا في المدينة تزر. ثم اليوم الثاني هو مخصص لمعتمدية تدقيس، زيارات ميدانية لزدادة وغيرها من المناطق الريفية لزدادة. ثم قبلي أيضا ولاية قبلي، الولاية تفتقر للآثار، لكن نحن ركزنا على كل ما هو موروث ثقافي مهما كان لفظي أو عادات وتقاليد. حبيت بالمناسبة لازم أن نشكر أيضا الأمن، نشكر كل مديري الدورات السابقة، مدير الدورة هذه سي نصر الدين الزاهي، وكل الجمعيات اللي تعاملوا معنا، كل مسقين جهويين وكل مسقين محليين، وشكرا على هذه شكرا سي حبيب حاجي، شكرا لكل ضيوفنا الكرام. تأتي حصتنا إلى نهايتها إلى أن يتجدد اللقاء. ها هو نصر الدين الزاهي يتمنى لكم أجمل الأمنيات. إلى اللقاء.